ايه علاقة الدعاء بالصحة النفسية؟ كم حد فينا لاحظ انه لما نفسيته بتبقى تعبانة ومتضايق وزهقان بيبقى مش قادر يدعي اصلا، بس كل ما يبقى كويس وفرحان ومتفائل يلاقي نفسه عارف يدعي. الدعاء هو نوع من انواع التفاؤل اصلا. فانا عشان خاطر اقدر ادعي انا محتاج اصلا ان انا اكون شخص متفائل، اكون اصلا بحاول ابص دايما للحاجات الحلوة، احاول ان انا امتن للحاجات الموجودة في حياتي دلوقتي، احاول ان انا اتكلم بشكل حلو مع نفسي. فالناس اللي هي بتبقى مستغربة نفسها وقت ما بتبقى متضايقة وزهقانة وزعلانة انها مش قادرة ان هي تدعي، هو ده السبب. وفي الوقت ده ما تركزش ان انت مش قادر تدعي، ركز ازاي تكون مبسوط او فرحان حتى لو بحاجات بسيطة. ارجع حاول اعمل حاجات ولو بسيطة جدا تفرحك، هتلاقي نفسك بدأت ان انت تتفائل تاني، وهتلاقي نفسك بدأت ان انت تبقى قادر تدعي ربنا تاني.